فجيعة هذه الأم بولدها يعبر عن حجم الألم والفجائع لمدينة تعز برمتها جراء عدوان ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين. ففي إحصائية حقوقية حديثة لشبكة الراصدين المحليين كشفت عن سقوط 339 شهيدا من المدنيين، بينهم 38 امرأة و112 طفلا، وجرح 3530 آخرين منذ بداية العدوان على المدينة. جرائم وقعت على أسر كبيرة ذهبت ضحيتها ما يقارب أسرة مثلا منصور دبوان حزام على سبيل المثال إلى 7 من بيت واحدة، وفي عسيفرة أيضا بنتين يعني يقسمن نصين. هكذا الجرائم المتكررة على أبناء تعز من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. عبد الله هلال يجمع ما تبقى من أدوية في صيدليته المغلقة لعله ينقذ بعضها من الإتلاف وينجو بالبعض الآخر من قصف الميليشيات المتواصل لأكثر من شهرين متتابعين. تأثير الهلع على الناس لأنه هلع وخوف بشكل متواصل. معظم النساء حدث لهم إجهاضات، معظم الأطفال حدث لهم نوع من الضعف، نوع من الهروب من الواقع، أمراض نفسية وعصبية عند النساء أيضا. يعني هذه الحاجات كلها مسببة عدم وجود الأمن والخوف المنتشر داخل الحي. ما نقدرش نرقد، ما في نوم. ليش؟ الرصاص والقذايف. خاصة أمس ضرب على المستشفى. الإغلاق ل20 مستشفى خاص وعام، ناهيك عن عشرات المراكز الصحية والعيادات التخصصية ومخازن الأدوية والصيدليات منذ بداية العدوان الحوثي على المدينة بحسب تقرير جمعية فجر الأمل. القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والقنص المتعمد لكل من يمشي على الأرض زاد من كارثية الوضع الصحي بالتزامن مع انعدام المشتقات النفطية والحصار المفروض على المدينة وانتهاء المخزون الدوائي وإتلاف الأدوية الخاصة وتكدس آلاف الأطنان من القمامة وانتشار الأمراض الوبائية. يزيد من تفاقم المعاناة في ظل عدم وصول أي معونات إغاثية طوال الفترة السابقة. بتدهور الوضع الصحي بمحافظة تعز يموت المرضى القاطنون فيها تدريجيا بين مريض يفتقد لحبات الدواء وآخر لم يحظى بالعناية الصحية المناسبة. أمين دبوان، يمن شباب من مستشفى الروضة بالتعز.